أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله والإخوة الكرام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وكي الدرس 26 ديال الدروس البلوغ والمرام من أدلة الأحكام. إذا مثلا كنت اسم كثير نبدا الدروس اللي عندنا نسين الدروس اللي عندنا يول باب اسم باب صلاة الجماعة والإمام. طيب الساقيني ما يرضى ربي سبحانه ونروح في الجزئية مهمة تتعلق بشروط الاقتداء. شروط الاقتداء يعني مريض المأموم في الإمام باش شروط الاقتداء باش تتحقق صلاة الجماعة. والنادي الدرس اللي مزوارو قبل وقيادان ماشي صلاة الجماعة مع لازم الوحدة الاتحاد في المكان وفي الزمان. غنفك هذا المثال التلفزيون الراديو الناد يريد زاريون هذه الصال فير تلفزيون خاطر عنده الظلام هذه العاصمه النغمه ذي السعوديه ما خاطر انا كان ماشي يوم ممكن وزايد فضلا عن مشاكل اخرى ممكن تحصل. هذه راه 63 بعد تحبس الزليث مشى يخدم الامام. فبالتالي ثقينا اجر الجماعه يدير النبي صلى الله عليه وسلم باش صاحبه يحظى اذيوي 27 درجه الزياده او في صلاه الفذ يعني لا يزول يوم وحدس هذا سيروح يعني وين يزول الجماعه اذيوي اكثر وين يزال وحدس القدر 27 درجه. الشرط مزوارو نيه الاقتداء. ذا شو المعنى وين راه يصلي في الامام الى قد يسعو النيه باللي هذا يصل ذفيرن الامام وكي المعنى نية الاقتداء الى قد يسعو النيه ياكيني ثقيت مزوار خاطر حديث النبي صلى الله عليه وسلم حديث عمر بن الخطاب انما الاعمال بالنيات وانما لكل امرئ ما نوى. هذا الحديث الجامع الحديث هاكي نستشهد به مثيدناوي باش أدنفكر بلي الشرط هاكي شرط أساسي شرط مشروع أساسي إلاق وين يظل في الإمام قرص المأموم إلاق هذه السعونية بلي هذه يظل في الإمام هاكي الشرط أمزوان. لذلك الحديث الجامع ذكروه في حلقة اليوم حديث البخاري إنما جعل الإمام ليؤتم به. الشرط الثاني اتفاق المأموم مع الإمام في عين الصلاة. وكذا مهم وكذا الشرط ويسين ماشي هذا مزور ذي فهميه إلى قتل النية. الشرط ويسين إلى تظل ثلاث ظل الإمام الناس راه ديك الشم المأموم. مثال إما إلا يشم ديون ورزولارة طهور يفاد الجماعة تظليت العصر دغا كيف 4 9 طهور 4 9 العصر وسقرا كيني زرد العصر يتظلان خاطر الإمام يصلي بالجماعة في وقت معلوم صلاة العصر 9 الوقت ينس الشمضض الزريض باللي أتظلل العصر 4 ركعات الشيني والزرطارة طهورة هذا غات الشمض أكد الإمام ولكن بنية الظهر. ذي الفقه المالكي الغالب في الجزائر لا يصح ولكن عند بعض الفقهاء خاصة الفقهاء الشافعية تصح. خلينا نهضروا في الفقه المالكي بعد ما إلا التفصيل نهضر بعد المناقشة. هذا ما إلا يوم ذينا يشمد الجامع يفاد الجماعة تصلي العصر الشيني ورزو الغارة تصلي الظهر وإلا قرأت الشمس نية الظهر صافي مخالف مشي الإمام نتساغي تصلي العصر الشيني أتصلى الظهر. ذا شو الشرطات اللي جبت سواء دني هكا إلى قد موافقة اتفاق المأموم مع الإمام في عين الصلاة.
تظل ثيك تظل الإمام إقلاق تظل فقهاء المالكية بالإجماع أن ند يبوذ الحديث كي البخاري يصحى مثلا يبوذ صاحب بلوغ المرام ابن حجر العسقلاني وغيره من العلماء حديث البخاري ند إنما جعل الإمام ليؤتم به. أين هذا شو الإمام؟ الإمام إلاق أثنذفع أثنظفر، ولكن العلماء المالكية شو دفكان ند يؤتم بالإمام في أفعاله الظاهرة والباطنة. أشو المعنى؟ الأفعال الظاهرة سنيت ديالك هاترى يزمر يوم ذينا أذي كبر قبل ذي كبر الإمام، لا إذا قال ما يكبر الإمام نكبر نكوني هاترى نزمر أن نركع قبل ذي ركع الإمام ونزمير لا نزمر نسجد قبل ذي سجد ونزمير لا الرفع من الركوع ذا بدل لك نسير الركوع ونزمير لا إما إلى نسلم ذا قبل وريد جزال إلاق أثن الذباع ذي الأفعال الظاهرة ذوين دي ظهر عندي فانا ذوين يفرن يعني ذي النيات الاقتداء بالإمام في أفعاله الظاهرة وأفعاله الباطنة بين قوسين النيات سكلر ويصفي الشرط والسين. ولكن العلماء فتوا في واحد الفتوى ليك المتنفل يجوز باش يختلف مع المفترض. مثل النية ما يخدم النية النافلة، هذه يخدم النية النافلة ديال لا حرج. مثلا هذا في صلاة الصبح شينا تزال صلاة الضحى تزال صلاة الصبح متأخر تصلي صلاة الضحى لا حرج، خاطر ثاني يوجد الفرض في هذه النافلة، ولكن الفرض إلى قدر متفقات. إذن أن يتفق المأموم مع الإمام في عين الصلاة، وكي الشرط ويسين مثلا فهميت الشرط ويسلاث متابعة المأموم للإمام في جميع الحركات، في الإحرام مدينة الإحرام بعد كبرت الإحرام والركوع والسجود والسلام إلى آخره. يعني لكن ياخذ المتابعة ماشي الموافقة ماشي الاتفاق، خاطر الاتفاق إلا قادرين كيف لا إلا قال المتابعة يعني أثن الذبع وريلا قرا أن كبرت كبر الإحرام ما يكبر نسى نكون قرا فيرس مدينة الله أكبر نكوني الديني الله أكبر ذا كيف لا يركع حتى نركع ولا يسجد ولا لا نركع حتى يركع لا نسجد حتى يسجد هكذا. ولا قرينا هذه الزوير الإمام في جميع الحركات وجميع الأقوال والأفعال، أما ذي تكبيرة الإحرام، أما ذي السلام، أما ذي القيام من الركوع، أما ذي السجود، أما ذي كل شيء. وقيل معنى يس وتوجد الحديث البخاري والورنا إنما جعل الإمام ليؤتم به. في الحديث في رواية الإمام مسلم فإذا كبر فكبروا فإذا كبر فكبروا فإذا ركع فاركعوا إلى آخره. هذا الحديث اللي بعده ماشي إذن وكتورة باش يعني نخدم يد السلمة نفك الدرس يناد حديث البخاري ومسلم ما نجمع الروايات نشوف حديث أشو دينا يناد النبي صلى الله عليه وسلم إنما جعل الإمام ليؤتم به وقيل البداية نتيجة بزاف أبو داود ابن ماجه كذلك البخاري ومسلم، ولكن تفاصيل أكثر في حديث الإمام مسلم يناد فإذا ركع فاركعوا في كاد لي ديتاي تفاصيل ما يركع ركعت. الرواية البخاري أيضا فإذا كبر كبروا ما نسلكيت انت كدنيني إذا كبر يعني للإحرام نظ في تكبيرات نتاع الحركات تغيير الحركات هكا الله أكبر الله أكبر ألما يكبر أنكبر ألما يركع أنا نركع فإذا ركع فاركعوا شوفوا تسكن حرف الفاء يتكرر فاء وإذا رفع فارفعوا يعني ما دير في ذاك نسير الركوع
أدين سمع الله لمن حمده لا. وإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد. شو دنا في قلتني عدان في كوال إكرا المصلين أدرنون والشكر الحديثينات. وإذا قال سمع الله لمن حمده مدينة ولكي سمع الله لمن حمده نكاديني ربنا ولك الحمد ويصلون والشكر سيدي بلا الدوز يستاهل أسيرون ولا أسيرون على خاطر الأمور توقيفية يتسجل كان كيف لا وسيرنا لي زوبسيون نغسروا زيادة جيت كان كيف إذا ضربنا لك الحمد وسلمنا بالشكر. ذي الأذان كيف سورتو في بعض الدول اللي تفضل الأذان ميكفى الأذان هذه أذن الشيخ ميكفى الأذان نكون أذنيني أذن على الأذان طبعا الله أكبر إلى ما درس بدي الحي على الصلاة لا حول ولا قوة إلا إلى آخره من فوق اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آتي محمدا الوسيلة والفضيلة وبعث المقام محمود هذه وعدته بوان حفظ دين. ويا رسول إنك لا تخلف الميعاد. صحيح الله لا يخلف الميعاد ربي في كذا الوعد الذي يوفي ولكنها لم ترد أولا ولا شيء ذي الحديث النبي صلى الله عليه وسلم ماذا مثيدين في القرار نزرى نحصى باللي ربي لا يخلف الميعاد في القرآن يناد القرآن آية قرآنية تناد إن الله لا يخلف الميعاد تلقي آية قرآنية مياشاتي دياوين أتجبض الآية تسقط الحديث لا يصح الأمر عقيم في تقرار جي ذكريا تعتقدوه ولكن لا تقولوه يجب أن تكون وقافا. قل ما ورد في المأثور أكيد يسا ذي الحديث النبي صلى الله عليه وسلم اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آتي محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. يكفى هذا الوضع ثاني الحديث وإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد. وإذا إلى آخره ألم يفهم الحديث ألم يسلم بك سلم فسلموا. وحرف الفياقي مثلا كنت اسمي كثير الفياقي تفيد العطف مع التعقيب يعني جوست ابري ولف نعم ديال الوسط هذا ولاقي ما نسد مديني يساد محمد أو كذا علي بالواو وعلي الواو تفيد مطلق الجمع يعني أساند ونزرارة ويد يساند مزوال الواو أداة عطف حرف عطف يفيد مطلق الجمع أساند يساد محمد أو كذا علي إما إلا أني غاش يساد محمد ثم علي ثم سيتادير محمد ذا مزوال ود يسا علي يساد أبري ولكن ثلا سيتادير وقت لا الوقت كراسي البريود سا ديبون مثل مدة يعني فارق لا ديفيرونس هي رسم مدة ولكن ما إلا حين يشمد علي فمحمد ذا علي ديك الشمد ذا مزوالو نغيد يساد جوست ابري نسا تجد فورية التعقيب يساد محمد صافي الفاء أداة حرف عطف يفيد التعقيب والفورية ديال شي وين يبدا نهضر في موضوع التقبير الميت لازم يكون ينسى بعض البدع برمي البدع ميكموث الميتة تنجم ويقيم يومين وثلاث أيام و4 أيام دي سمسي فرنسا دي سمسي لارمي دا سول تمس سي الكليز يا اخي كي نخدم ونزرا اش نخدم له كاع ياسر مخلوق يسعى رونديفو قبل ملكه يسعى رونديفو مهم منكر ونكر تراجعوا الانسان كنت فيه ذاك ورنا خاص كاتنا الفريجيدير سورتو كي تسمى دي فرنسا الوربه تسعي من سمانه 10 الى 15 يوم عادي. المهم لما يشمل التفاصيل ادير الدليل اللي غربي ديال القران الكريم اماته فاقبره ثم اذا شاء انشره. هذه من الايات التي يستشهد بها في بيان هذه المساله الفقهيه. ربي اماته في الموت تمزوالوث يا اخي ماشي راسك بيان سور تنطلق وزعما تنطلق دا مدير ولكن كان حي او اماته فاقبره ربي ندفى
معنى جوست خدمة شوي لاقا أفيو صز كايس مثل النشور اللي يكون يوم القيامة إن ثم حرفات ثم إذا شاء أنشر. طيب إذا جماعة الخير فريز ما ديون إما إلا كاين كبر قبل الإمام باطلة صلاته تبطل صلاتيس أتكبر ضيق قبل الإمام زورك شيني أبرا ذي كبر الإمام زور فيرس أسعودس أعرف تصلاتيك مرفوضة لا تصح. ثالث نظر صلاة المسبوق قد جاء بعض التفاصيل باش نجي الوقت أطول للحوار والنقاش. صلاة المسبوق يعني وين ردي الحق فظليت يفاد فظليت تلحو وكذا الإمام ويلحقد ركعة وثلاث وثلاثة وأربعة وخمسة الصلوات الصلوات التراويح نضربين في الناس صلوات التراويح تفضيون القديم ركعة ديال التراويح نغي لحقد الشفع نغي الوتر أدرك شوية تفاصيل من بعد نجي الحوار إن شاء الله يوث مثلا. ثم زوروث دا شو المعني اسم المسبوق. المسبوق يعني وين زوال صلاة الجماعة ما فاته أول الصلاة ما فاتت ركعة يعتبر مسبوق فركعة واحدة فصلاة العشاء الساعة 4 ما إلا يون يشمد يفاد نفذا نزول صلاة الركعة الأولى يعتبر مسبوق ما إلا ثلاث مسبوق 3 مسبوق 4 مسبوق. ولكن يوجد حاجة كنت نسمي كثير إذا أدرك ركعة فقد تحصل أو تحصل على أجر الجماعة ما يلحقد يوثن الركعة فصلاة الساعة العشاء الساعة 4 ما فوثن 3 يلحقد إقضاعات كان يوث يبوي أجر الجماعة. ولكن ماشي يعمل سامي قاعد يزول الجماعة كومبلي يعني 4 ركعات ولكن فضل الجماعة وذا سيرو حاله. طيب أدوى بعض الأحاديث النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الباب إناد صلي ما أدركت واقضي ما سبقك حديث رواه الإمام مسلم أين تقضعض إدلو حقضك ذي الإمام صلي في إدس وإن كفاثا أقضوث ترجمة يعني جلوبال مجملة صلي ما أدركت أين تقضعض إدلو حقض صلي في الإمام واقضي ما سبقك أين كيفوثا ذي القاضى قضوث. حديث واحد استوفى الإمام البخاري إناد إذا سمعتم الإقامة فامشوا إلى الصلاة تسلم قد قامت الصلاة وهتزال وعليكم بالسكينة والوقار فقنا هضرت في الدرس اللي عندنا قالت تزالت الصلاة قد قامت بعد سخن الكروس روح بالوقار بالسكينة يعني استوين ولا تسرعوا فما أدركتم فصلوا أين تقضى صلاة وما فاتكم فأتموا ذاك يونت فقضي واقضي ما سبقك ذاك يونت فأتموا. من هنا حصل خلاف بين العلماء في كيفية قضاء المسبوق يعني كيفية قضاء المسبوق لصلاته ولكن بعد تفكر طريقة ممكن يونس على طريقة النظام الولي ترى هل خرجت من الفقه الإسلامي أم لم تخرج مث في غرس الفقه الإسلامي فلا حرج مثفغ طبعا يجب أن يعالج طريقة ترقيعه للصلاة يعني أمشي يرقع فضل يفس. طيب ثورة نبذو يوث ولكن قبل نبذو يعني الحالات اللي بروبابيليتي يكون ممكنة النبي صلى الله عليه وسلم يمرض إذا قد ظلم في الحال دفن الإمام ولا قرأ الترجوض سيتادير ما تفرض أدي في ولد السجود هذه قيمة سرجو سرجو أمشي على خاطئ أكيد يدير في الشم سرجو يرى ثفت يدير الركوع ركع ثفت يدير السجود سجد ثفت بين السجدتين أيضا يكشم جالسا أكيد يدير يكشم في أي حال أتدف. طيب ألف إذا وجد الإمام راكع نفد الإمام راكع تبعني مليح ما نفد الإمام في حالة الركوع إذا كان كبر تكبيرتين الأولى
للإحرام والثانية للركوع. يعني مفرد الإمام كشما كان مفرد الإمام في حالة الركوع هكا راكع صافي انكيني وسيرد سير الروطار إلى أذكبر تكبيرتين أدينا الله أكبر. التكبيرة الأولى للإحرام وقوفا ماشي تروح في حالة قيام، خطر القيام ركن من أركان الصلاة. صافي وفرد الإمام في حالة الركوع إن كيني الكبرى تكبيرتين ثم زواروث الله أكبر ثقي بنية تكبيرة الإحرام سالك شما تظلث جوست أبري نيات كان الله أكبر الله أكبر من بعد الله أكبر باش هذا الحقاق الإمام ذي الركوع هذا الحقاق ذي الركوع صافي ثم زواروث قرص تكبيرة الإحرام التكبيرة الثانية للركوع. ولكن من ما يتوحس في الركوع للنات باللي مثل يحقظ الإمام وهو راكع غسو تحضير سورة الفاتحة سورة الثانية ذينا فقد أدركت ركعة أتتوحسب حسبيت. ولكن من مي إلى إفسني أضوضا الركبتين قبل أن يرفع الإمام من الركوع ماشي تسمير بذوك فريد مفهوم ماشي يمكن الله أكبر الإمام ديجا يغالد يمكن بعد تروح لا تفاتي روح قال خير طار تروح ركع عني مفهوم يا جماعة الخير إشباع الدعوة ذا خاطر مسألة مهمة جدا خاطر هيك وادي زعما ذي حرش هذه يقفز الإمام يروح يدير في السر الركوع يقال الله سمع الله لمن حمده انسى رابيد زعما ذي الحقا كذا ذي خاطر ما ينفعش روح بالعقل يعني إيلاق أتفسني أضوضن الركبتين ماشي قبل توضض إلا قضوضن يفسنا الركبتين هكا ونتسا مازال دير فيه. ولكن ما إلا نملا الكفري نتسا ارفع من الركوع ونكيني الركعة فاتت شوية طيب التكنولوجيا معليش شكرا. إذن ما نفاد الإمام في حالة الركوع ثم مسفعان ثقي ألف با إذا وجدنا الإمام في حالة السجود نفثيد ساجد أيضا نكبر تكبيرتين 3 تكبيرات. الأولى للإحرام قياما ماشي تكبر في نتاع تروح تسجد مباشرة هذه الله أكبر أنا قلتها ثم زورث في السنة السجود وان كتصبوا كني الله أكبر للسجود صافي 3 تكبيرات. ما إلا نفاد الإمام ما نفثيد قائما أو جالسا نفثيد يفد نفثيد يسجد في حالة نفثيد يقيم في حالة الجلوس أدعوه. ما نفثيد يفد أي قار أما الصلاة الجهرية الصلاة السرية وتخدم بلاصة تكبيراتين سدوروطا وزادا شو درك هذه يدير لا شيخ ليسونسيال الشيء اللي خمي يوثن تكبيره كان خاطر ثاني قيم الشيخ يفد كان قائما يفد ادير يوثن تكبيره وتكبيره الاحرام سرت الشمط تصاليف الله اكبر تبع ما الى ذي الصلاه الجهريه ادغى في كثام الزوق سر ما ذي الصلاه السريه غلط الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم بعد 100 ركعه كعيس ماشي انا فك الفاتحه انا فك التصوير ما يهمش لقاك في الامام صلي ادركته قائما قضاء الطيد لحق الطيد يفد اكشمس تكبيره الاحرام اقراك شم التصريفيات اما ثفطت في حاله الجلوس مريقي ما كان يخدم التحيات تشهد ايضا اكشم بتكبيره واحده اقراك الشيء في الضغط يريد الله اكبر اكشم يثس بدون ان تكبر تكبيره ثانيه بلا مثل يضد الله اكبر في السنه
يشبه ربي الأمر واضح. تكبيرة واحدة تجزي في حالة القيام وفي حالة الجلوس. ثوران الشم ذي قضاء المسبوق، ثوران الشم للديتاي ولا كندير ساموروطار يفاد تظليث تلحو امش اريقضو تظليث انفذو كان وين ثلاث ركعه ثلاث ركعه ثقيد غاسي فاسي من مي غادا مشى يزهر المي كيفاش الشيخ يدير السلام عليكم السلام عليكم الشيني اتفد ذاك فقهاء المالكيه اعطوا ان ديتاي مهم قالك فإذا سلم الإمام تسليمة واحدة وسكت قم، لأن التسليمة الواحدة كافية. ما إلا شيء انتظر ماذا يفعل؟ ما إلا يرثي السلف قم بعد الركعة بعد التسليمة الثانية بدينا السلام عليكم السلام عليكم أكل ذاكي آية مثلا كنت سمكتير بليوث الركعة إغيفاثا مثثا يوث من الركعة ذاكي أنكر بلا تكبير وتكبير عبد القرار الله أكبر خاطئ أنكر أدنقضو ركعني إذا غير روح غير فوثن بلا ما نكر كني أدنقر الله أكبر خاطئ اكر مباشرة أو تركعني إكفاثا أكني ثلا على حالها ميلة جهرية جهرية ميلة سرية سرية حسب طبيعتها من صلاة نهارية أو ليلية أدنفك بعض التفاصيل ميلة تصلي العشاء تشمضت ثلاثي كركعة مزوالف الشيخ ميك سلم أتكرض بلا ما تكبرض أدوذ ركعني كيفاثا ذا شو سيني كيفاثا ماشي تسيس ربعة ماشي تسيس ثلاثة ماشي تسيس سناث في كذا مرة زلطت تم زوالوث إثم زوالوث أم كي تزول الشيخ يزول لي تسلحمدو أو تصورت صافي لاق الشيني أثنتي دغرض يزول لي تجهرا إلا قد تقضوض جهرا أتستقضوه جهرا دون رفع بما تسمع به نفسك ماشي انا تكبر الحمد لله رب العالمين ما لا 4 5 ظفير صافي لا كل ذي شو شريون هذه شو شفايا يقرا بما يسمع به نفسه اكني اداوي الشرط من الصلاه الى قصير جهريه وكذلك تسمع به نفسك اتصل الشين الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين يمكن يسير والسلام بالك من جوار يسمع ولكن لا أزعج الآخرين بتقلي قارة وتشويش غارة رفيق صافي ما إلا يفطر إما إلا الطهور كيف ذات فهذيك مثل الركعة مادام صلاة ركعة مزورث أو كذا كل صلاة الظهر سرية ما تقضوا ركعة مزورث تقضوا سرية ماشي جهرية هذا نفس الشيء بالنسبة لصلاة الصبح ثلاث ركعات ما إلا تلحق ضد الزلط يوثق الشيخ فاتيك تمزوالوث ما ذكر ايضا بدون تكبير بلا ما تنخلاو كبار اتتقضوا يعني جهريا اما الا فاتنتك السناث ماشي يوث السناث ذاكي من الميك سلم الشيخ السلام عليكم السلام عليكم اتكرض بتكبير اتكبرض ما تكرض الشيخ السلام عليكم شديد الله أكبر أتكرض باش تقضوض السنة ركعات في مزورة إكفاثا فثنتك السناث هذا لك مثال في العيشة في الحقض السناث السرية مكسلم الشيخ الشيني أكر بتكبير أداوي السناث ركعات مزورة الحمد صورت من بعد أكر إذا غاولت الحمد صوت النظام وخدم التحيات يعني التشهد السلام عليكم أقرأك ثرقعض تظل فيك سلاسي كيفاثا أثن في البيت الطيب تقضيت يعني ثرقعضت إما إلا فاتنتك ولكن دقي إما إلا فاتنتك ثلاثة ركعات
ذاكي أدفك أستقسي الإخوة في الصلاة الرباعية ثم صلاة المغرب يبان ما حضرت المغرب فثنتك ثلاثة صافي دير يبان تروح هكا زينا أدى تلحق ذي التشهد ذي تلحق التشهد نسوا حسابها 5 شهود من بعد الشيخ نسمعوا صباح ماشي اللي كان أو ثلاثة المغرب ني نورمال وحدك يقرا كتصاد وحدك مفهوم أو الحمد لله قل هو من بعد كيرنا غير الحمد لله مثلا قل أعوذ برب الفلق قل أعوذ برب الناس من بعد التحيات كيرنا ركعتين 3 خلاص ولكن دي الصلاة الرباعية مثلا أقدر في تصلي العشاء تصلي 4 إما إلا يشمد ديون يلحق داك الإمام ركعة 2 كاروث أشحال كيفاثا 3 سنتي مزورة كومبليكي شوية سنتي مزورة جهرا بالفاتحة والصورة في 3 سرا بالفاتحة فقط تفضل أمشي طلقات تصلي بلاش في كلمة الضرايا ولو كان مرة في الزمان الضرايا تفضل من يتفضل بالجواب الشيخ ممكن أذكر بدون تكبيرة أذكر بدون تكبيرة ثقي مهمة خاطر ما يوثن ركعة كيفاثا نغ 3 بدون تكبيرة شفوياس ما إلا 3 نغ كل صلاة بتكبيرة صح الجواب صح كمل خاطر يا اخي العشاء ناد باللسان تمزوره جهرا في 3 سر يلحق ديو الثاني قالوا ثاني سر ام شريف هذيك بدون تكبيره ايوه هذه راح ديو جهرا اش ديو الركعه الاولى ايوه بعد هذه قيم هذه التحيات ايوه ومن بعد ذكر ايوه بتكبيره ايوه بتكبيره هذيك ما ديو ركعه جهرا ركعه جهر بالفاتحه والسوره من بعد هذه قيم ايوه اسمي ديال ركعه ركعتين قالوا سر ما شاء الله جاوبت شكون اللي عنده راي مخالف يوافق او يعارض تفضل يا شيخ الله يحسبك يعني الراي ايوه اللي يتيرون بلا ما تكبيرات ديالنا ابرا ما ديال ويسنا كان عندي منسى هذه خويا الصلاه تمنزو لكن هاد كوماسي تصلي اكيد كوماسي صوب التدريجيه ما كانت لا كما يبلغ الاخير صافي دير مثلا كيقرا الصلاه ركعتين هذه قيم تحيات هذه ركعتين تمزوره جهريه ركعتين مزوره ركعتين سنه هذه قيم تحيات ابري اذكر اديوثي 3 ميت دي وحدس يا زرت وحدس ريتي الباري ايوه مثلا السلام صافي اختلف الفقهاء بارك الله فيكم ما كان سقردش طيب ايوه تفضل الشيخ علي بعد انت تفصل في المساله ايوه تفضل يا جماعه الخير كان تفضل صح لكن متفقين الفقهاء اتفق الفقهاء كمل جهرا ولا يشدينا إنك أذكر بدون تكبيرة ثقين متفقين أذكر ديوي في الركعة جهرا بالفاتحة والسورة أقرأ ذي جلوس تحيات تشهد أقرأ ذكر ديوي سريتين ولكن أكيد تستقصير صافي مكشم بوروي في ركعة مزوروث غير الشيخ تنقروث أكيد غادينا ولكن السيارة بلا ثاني تصيف الركعة جهرية ثلاث سرية خاطر فين دي قضاء كذا الإمام سرية ولا ما يشم بالنية بلي تمزوروث الغرس نتا مول السيارة بلي غير جماعة سرية فينا كندير قاعة مزوروث الدنيا أعطيك الصحة جهرية فينا سوا مثل ثلاثية صافي يغال يصور 3 في السر يوث ذي الجهر والكل صلاة العشاء 9 سنة جهرية سنة سرية صافي رأي الفقيه يسقر ذا شو أيوه تفضل أيوه فقضوا فأتموا صح
سنتني كنا شيخ السر أي غرس تخضرك سريا وسبحان شان كتبع الحديث صحيح البخاري ومسلم دي البخاري ومسلم أقرأ غير السنة إما شي أصوات المصنف جهرا أيوة جعفرين قالوا السر أيوة غدا يوث كان جهرا أيوة التيم بدا يوث جهرا يوث يا شيخ كنا في هذا الشخص سري أتخمتيل سريا بارك الله فيك هل من رأيك تفضل يعني هكذا متفقين تفضل كالشيخ ما عرفت هيك ايوا الخدمه هذه ماجينير بلي تم زواروتني يزول هكا الشيخ بلي تشبه ايماجيناسيون ستادير المخرج يساعد الرياليزاتور يساعد ستادير تحسب غوري بلي جهرا ايوا هكا تم زورتني على الشيخ تم زواروتني يزول يدسن جهرا تحسب غوري بلي جهرا ايوا بتسعة نقص هكا تسعة حاجه تخص ايوا هذا كملا في السنه جهرا سنتين قرا سرا من بعد قبل السلمى الخدمه سجود قبلي خاطر تخص زاليتي وغير تخص الجهريه يخص القران صدير واقي موسين غير محسوب تعرقي شو الخدمه الخدمه اسخمه تاكي سير بارك الله فيك تفضل تديو مارش عليه يعني خاطر تزيني الاخر كنت الشيخ سر اش دير السقف ديال الاول سر كمل الله فارس كنتي الشيخ بارك الله فيك يعطيك الصحه يعني دنيا يسيناك مادام الحق هذا الشيخ سر ميكسل بالشيخ يلي بريمانيس الور نتا اديوي سرا غادي تسلك هكا سقنت ابري هذه غرتاح هذه كان هذه وسط جار انت تسلك النيه ينس صراحه الجهه يجيب لي باش يعني ادوك الركعات طيب فقهاء المالكيه انك يكون شوف اسم مليحه يكون المسبوق بانيا للافعال قاضيا للاقوال بانيا للافعال اللي فاتني يفنو الى قصرت العشاء مادام سنتك سنتك الى قد فغنت هاك سنت قاضيا للافعال اكون دافع قاضيا للاقوال للقراءه هذا هو من حديث النبي صلى الله عليه وسلم إنات حديث البيهقي اعتمدوه الساده المالكيه واقض ما سبقك من القران هذا عبده واقض ما سبقك من القرآن أما كذا ثرض البالغ الركعات ولا قرأ إلا قد داوز الركعات في كومبليت صاليث أما الرباعية أما الثلاثية أما الثنائية وإلا قرأ ذا هذه شفاة القرآن هذه فات القرآن صافي عندنا راسي كريم سوا ذا شد يخص ذا يديك كما كثر الشيخ عليه سيد دعوة ذرا باش يمس فهم هذا سيد خدمة بطريقة عملية براتيك شمغد وفيغد الشيخ ركعة ثان جالوث الركعة الأخيرة ثان جالوث وكبر تكبيرة الإحرام أما كنت شرحها من بعد هذيك الشمغ يدس ما يفاث قائم وتسعود غير تكبيرة النظام موفق في حالة الركوع الخدمة تكبيرتين تكبيرة الإحرام قائم الله أكبر وبعدين من الركوع الله أكبر الشيخ يتزالك زراد فيرس اسمي يكمل اقلا ولا تقيم غيرس اقلي في حال الجلوس اخدم التشهد اكن راه ديني السلام عليكم السلام عليكم كذكره بدون تكبيره تكبير غير فاتنتي ثلاثه الله اكبر تقرا الله اكبر اذكره اقل كره بدون تكبيره اشو يخص اشو تولى استغفران كيني ثلاث الركعات في مزوره بالجهر او كنتي ثلاثه بالسر في صرف عنه تنقض عصيك الإمام المسفى الكرة الدوي غيوث الركعة بالفاتحة والصورة
الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم، بعدين مثلا قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون، كملة نركع نرفع من الركوع نجلس ندير سجدتين وبعدين الخدمة التحيات. هذا صافي بغد يوث جهرا الله أكبر أبرا نكبر عادي يقول لك شو ما يصلي تخصني صافي ثلاثة يخصني يوث سي الفاتحة السورة جهرا أتدغر جهرا الحمد لله مثلا قل هو الله أحد فك نركع إلى آخره. أم بعد أثفك ركعني ثالثة وهي الثانية في الترتيب. أم بعد ذكر باش داوي يوثن الركعة سرا الفاتحة كان بلاها صورة النظام يختم السلام عليكم السلام عليكم وتخدم لا سجود السهو القبلي ولا بعد تصليتك مرقع وذي المغرب إما لا المغرب ما إلا يون يلحق فصليت المغرب ما يلحقد أكد الشيخ السناف صافي ثفاثي يوث سي فاسي. إما إلا يلحقد كان يوث شحال ثفاثا سناف السناف الجهري سناف زارت المغرب الساعة 3 يوث الجهر في سنة الجهر ثان قالوا السر ما يلحق داك الشيخ ثان قالوا ثني كان السر أمشي يرقع تزريت المغرب. السؤال لكم هاد المغرب الفقهاء كلموا فيه الشيخ داوود الحمدوك الصورت اسمه التحيير جهرا وسر جهرا صحيح أبغى التحيير أذكر الداوود السلم وبعد التحيير تسلم. بارك الله فيك. هل من معارض؟ عندي حق الشيخ جو ني با الشوا وساعة على الاختيارات تاعها كان يخدم ايوا من مسلمن ادو غير النظام التزربي ساعة في نزول كان الشيخ اتزلق تحسبها تمزوروت ومن بعد ادو غير النظام تولي خاطر كل واحد يحور دونك كاتو غير الترتيب تزليت نورمال مازول غيوت اذن غيوت التحقيق والكا غادي باك ضربوا ضيوفنا جهرا ما كاينش معارض صح صافي اتفق الفقهاء بيسر معناتها ولا نبدا الله غالب في الفقه لما السناره ما يقطع ديال الحق داك الشيخ يوث ركعه سرا ديال المغرب فاتت السنه ثني هذيك ذكر ديال الله اكبر من بعد هذيك ديال السنه كان في كلت خطا امشى يخدم ذكي يكبر خطر فاتت السناف ميكسل بالشيخ تديني الله اكبر اذكر اديوي يوث الفاتحه بصوره الجهر ادي قيم ادي غير التشهد ابرا ذكر ادي يوث الفاتحه بصوره جهرا وذي سلم وربي تقبل ثم اين قيمه مثلا شوف كان قاعده يجي عندنا الفقهاء المالكيه انه يجب ان يكون المسبوق قاضيا او بانيا للافعال قاضيا للاقوال بانيا للافعال قاضيا للاقوال القراءه كما ورد في حديث الامام البيهقي. ثم نروح فيما بقي من لحظات الامامه خاطر هذا اسم الباب الجامع صلاه الجماعه والامامه انا هضرسك في الامامه ثم زورث منصب الامامه منصب جلل او جليل يعني في كسر بزاليس خاطر منصب النبي محمد صلى الله عليه وسلم يعني في باش كان يعني مقدمه خفيفه ولا غالبيس يسعى القدر ذا القران يعني دور الامامه وظيفه الامامه لكن فتح قوس للاسف الشديد نوجه رساله الائمه تاعنا لا الائمه يتستحيل يسلخوا المنس هذيك شما شويه ذيك تمثال كيران نتبولونين لا الائمه يتستحيل يسلخوا المنس هذه قدمي ما يسدا جونيور ذو طبيب ذا بوغاطو اقرويس يرفض ولكن الشيخ الجامع يعني باحتقار اما كاين يحقر يمانس وريد وزاره اي مثلا يون يفكيس ربي الخدمه مثاكي اتسيحقر نغات حقر ضروريه لانت بعض الاثار حافظ لكتاب الله عز وجل ولا قرا يحس بالعقد اللي كومبلكسي زاد لي ديبلومي كذا قدم روحك حافظ لكتاب الله تسحار بالعكس اللي فيد تقدم
يسلم على كيما كاين الفلاني وكذا وكذا يخدم داجين يرضط كقارن شو تخدم ذا فلاح التاجر كل خدمه سوا زاليس الور من ثقي قدمتين ينيتين بصوت مرتفع حافظ لكتاب الله نساي الاستاذ ورا الله يكون بالخير حافظ لكتاب الله غير بريطانيا وكل ما يقدم عند حضر سينير حافظ لكتاب الله ماشي كان دبلوم كذا 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 حافظ لكتاب الله وكي اشرف يعني من اشرف دبلوم بارك الله فيك في شروط الامامه نغاود درسني عندنا السيريم في الاماكن عند تسيني السلم هذه لهم كان صريف ماشي ما الى مسجد جامع خاطئ هذه لي مصلى صال بريير اما ذي اللوزين اما ذي الشركه اما ذي الاداره اما ذي البنكه اما ذي لوبيجي هذه لي مكان تصلي في الجامعه الى كل مكان يعني ونغاود مثلا ماشي ذي الكراد قال شيف السيرفيس نسالي صالة الامام نا ديريكتور سني قديم الناس ماشي ديريكتور يا خاكا ولاش الكراد كيديروا الامور كاين هاد الشروط الشرط مزوالو العقل ان يكون الامام عاقلا وإذا رزق الغشير قال لي عاقل حديث النبي صلى الله عليه وسلم حديث صحيح رفع القلم عن ثلاث عن المجنون وعن الصبي حتى يحترم وعن النائم حتى يستيقظ أو عن النائم حتى يستيقظ ثم عن الصبي في الأخير عن الصبي حتى يحترم. الشرط مزول هو العقل. الشرط الثاني الذكورة إلى قبيل ذكر فيرجاس زرام يرثى الشيء ولا شوي البدع اللي تفهم السيارة توصل للزول لكن خمسات الجماعة لا غادي ولا شي تفنين نديرو مراقب للأسف الشديد في الدين لنا الفقه لنا إلى قبيل الإمام اللي يؤم الناس. إمامة المرأة النساء جائزة ثمطوثة تزرق تلاوي هاد بروبلام كما ورد في الحديث تقف وسطهن تتوسطهن تقي مثل الناس الإمام نتساد ولكن ستلاوي سيث مطوثة تزاتي سيث تزات تمغار غايلها باش صراحة يعني باش يكفوا الكيرانية الكيرانية الكونفلي تيلير سيث تمغار هي لها ذا ثمار ما تجات بيان سور هكا المهم ثمطوث يجوز أتصل ستلاوين ذي الإمامة أتخدم ذي الإمام ذفير ستلاوين ما إلا كان اللي يرقاز الخط إلا الذكورة ذي يرقاز الرياضة السيرقاز. الشرط الثلاثة البلوغ إلى قدير بالغ لدرسني عندنا يسأل السؤال ما يجوز هذه الظل الصبي شيشة مشطوح لم يبلغ الحلم وريد بيضار سن البلوغ هذه الظل سن قران خاطئ إلا النافلة ماذا النافلة معليش تزور ضميك مشطوح هذه الظل يسون النافلة ركعتين 4 ركعات باش تدربه على المسؤولية على الإمامة هذا يحفظ يحمل الإمام يحمل تصلي ذين يلها ولكن الفرض خاطئ ولكن الصبي هذه الزرس الأطفال من النساء هذه الزرس الأطفال من النساء عادي خاطر صلاة الصبي نفل صلاة الصبي مشطوح شيشة مشطوحة أقول ذا مشطوحة ما كان ذي النافلة والصلاة الإنسان نافليش تزاد الفرض صافي الشرط من الثلاثة ند البلوغ إلى قليل بالغ. الشرط ويس 4 ألا يكون مأموما سلم إمامه وقام ليقضي. مثال ما إلا تفضل صلي في الجماعة يسد ديون روطار اسمي يسلم الشيخ كرنسا يترقى هذا صلي فيه سما كانت الحكاية ثورة أبري يودي غادي يسور روطار غادي برونشي رواقي ديال سنة روطار أسيرة تجعل الإمام خاطر انت اصلا مأموم وري في ذلك تصرف كإمام نتسيل مأموم مسبوق متأخر نتسا يساد ذي المأموم من بعد يترقي تصلي فيس الشيني ما راه تصل وشمار فيرس ترد الإمام خاطئ في المذهب المالكي لا يصح لا يجوز. هناك بعض الفقهاء اللي قالوا بالجواز تشعره فقط تصدر الرئيس وتشعره باللي أقلق فيه ولكن القول الراجح في اعتقادي هو رأي المالكية أنه إلى قليل الاقتداء باش خاطر كي نتكلموا على الاقتداء
إذا هضر بعد مما صلاة الجالس ما إلا الإمام يسعى العذر يزرس الجلوس يكون نزال الفراس ونزال الفراس خاطر كوني ونسعى العذر ونكون المطلوب الاقتداء. حديث حال البخاري ومسلم إنما جعل الإمام ليؤتم به فبالتالي إذا كان هو صاحب عذر يجوز له أن يصلي جالسا يجوز أن يصلي مثل ولكن كوني ونسعى على العذر الزمر نفد مادام نفدارا يركن من أركان الصلاة القريف بعد الشمال كان تفاصيل صافي الشرط يوس 4 ألا يكون مأموما سلم إمامه هذا فهمت. ويس 5 ألا يكون معيدا للصلاة لفضل الجماعة سيتادير الزمر هذا شيني كاين زلة وحدي السيد دوسا الجماعة أشيني إيوا زلغ يسون لا يبغى يوفض الجماعة با بروبليم نسبة دمي يزول يتوحدس نوسات الكل 5 و 6 ماشي نتا راه يظل يسنغ الإمام خاطر نتا يزول تصليت الفرض وحدس ذمته بريئة ذاي سيدي ربي قفلت في الناس خلاص والمسالة صارت يسلم مريض صارت صلاة الجماعة باش الهياوي أذ يربح فضل صلاة الجماعة أذي صال مأموم يونسين غير يتقدم أذي صال الإمام شبه ربي واضح. طيب وستة ألا يكون عاجزا ألا الإمام ولا قال ذيلي عاجز عن الاتيان بأركان الصلاة مثلا ضغط في القيام ما إلا الإمام يسعى العذر هذه الزر ستغيميث نكوني مادام نسمر نفد ونسمير أنا نصل في الإمام يتظلم الجلوس سيغيمي وكذا. ولكن بعض الناس قارنك يوذر غال فكرتني عندنا أبريت الزلط يمني في كيد استقسي أبريت الزلط أقول يعني إما إلا يجوز الإمام الدرغل هذه الظل سويات يعني توالين الدرغل لا الجواب يجوز في ذي الغلط ربي يعافينا جميعا ماشي السبع ألا يكسن يعني الإمامة صفة الإمامة يزمر الظل سلغاشي والدليل حديث الإمام أبي داود والإمام البيهقي عند النبي صلى الله عليه وسلم استخلف ابن أم مكتوم وهو أعلم كما ورد في حديث أنس رضي الله عنه وأرضاه. ثم في ختمة الدرس النهضر الأحق بالإمامة السؤال يكون أنواع فلما في المسجد باين الإمام الراتب أو من يقدمه أو من يأذن له تجي باين ولكن في غير ذلك أنوي أحق بالإمام تفضل عند تعدده من هو الأحق بالإمام؟ حافظ القرآن السنة بعد القرآن السنة الأشهر أول المقيم والثاني العلم زيد الله عمر الشيخ العمر فوزي العمر الإنسان يعني العمر أكثر الصوت العالي من باب الاستحسان من باب الاستحسان ولكن ماهوش لازم زيدوا صافي الدنمارك والكندا واش يدينا شاد السيرفيس ولاش نعم القرايه من بعد العمر مازال خصنا شويه اللي درتوش خصنا تشطح. اولا الاولى بالامامه هو الخليفه الامام الاعظم ونائبها باش نكونوا خليفة المسلمين هذا رفيق إن شاء الله ربي يجعل رجال الخلافة وما ذلك الله يبي عزيز الأحلام مجانا فلنحلم نسأل الله أن يعيدها الخليفة أو الإمام هذه كتب الفقه تتحدث عن هذا نقول ما هو مقرر في الفقه الإسلامي الخليفة مع الإمام الأعظم أو نائبه نتساءل
لأنه خاطر النبي صلى الله عليه وسلم يناد ولا يؤمن الرجل في سلطانه، حديث الإمام مسلم. أم بعد ولا تستطرد في المسجد ناد خلاص الجماعة يفاد الإمام أو من يأذن له فرا صاحب البيت تقول لك ولا تروح كذي في قاري ولا كذي يقدم ألم ماشي في كالإذن ماشي الشرع يظلم خاطئ لا يجوز ظلم أرجو كما يقول خاطئ في كذا سبحان الله الإسلام غير تربي من الحذاقة ظرافة يجي من داخل ظرافة كان خويا يروح دور أعلم العلماء يشمل ولو كان عالما ذوك خامش جاج قل كان الشرع سبحان الله ذشيتش إذ الإمام إلى قد صعود الحد الأدنى طبعا أركان الصلاة تسير ما تيسر من القرآن ذايا مالو لاشتي هذا يلا غالب. وبعض علماء الفقه المالكية قال لك لأنك أدرى بالقبلة وأدرى لا في سلطانك. أما كالخليفة ديال الإمام الأعظم السلطان لا يؤم أحد إلا بإذنه سوى ما يفكر إذن. وكذلك في البيت ذوك خاميش تمارا أو الجنازة أو تير تزاف أو ساعدين في قاود العيد ناشو ذيك الشارع الظلم السلغاشي إلا مروري ذوك خاميش سيو المثكيض الإذن ثوتوريزيت فكاس أوتوريزاسيون باش هذا ربي الإسلام الحذاقة أو كتصرف كاع أقلك ذي السلطان باب بخام خميسة مولان باب بخام ذي نتسا يكزور الشرع يتزور السنة باش هذه الزر سيلف قاوي قادو خامس. بعد صاحب البيت ثلاثة الأكثر فقها ولو لم يكن الأكثر حفظا. سبحان الله وين يسعى الفقه يزوار وين يحفظ القرآن الكريم زعما العلماء شو قلنا لأنك في الصلاة تحتاج إلى قرآن معلوم أما الفقه لا تحتاج إلى فقه معلوم لا تدري ماذا يحصل. أدعي لك ما إلا ولا نسين يولي السن الفقه أكثر ويحفظ القرآن أكثر أنو يكزور الشرع وين يسن الفقه أكثر خطر القرآن شوت القرآن يكفي باش يظل ركعتين 4 ركعات الفاتحة سورة نذكر الآيات لا ولكن الفقه لا وساش سيضرب بالك يغلي وين يسيد زال كاي بالك يغلي نتسا بالك يخسر اللوضو بالك يسعى سلس البول اكرمكم الله من تسا ينسو تحكم هذيك السن بالك يسعى سلس الريح يتفقد الريح يعني والله سبحانه بوضي ويتحكم هذا كيمانيس بالك يتسو عرق نتاس يزور 3 4 بالك وين يتصاص ديالنا يتصاص يطول شوط السجود نتا غفيتي يرسي كمل مانيش عارف اتصل تمثال ايضا صافي تحتاج الى فقه. هكذا قال العلماء قال الاكثر فقها مقدم على الاكثر حفظا لكلام الله عز وجل لان القران كان يحتاج في الصلاه محدود ومعلوم ولكن ما تحتاج اليه من مسائل فقهيه غير محدوده خاطر اوزريض شو اريض لي سوربريز ويس 4 الاكثر قرانا تجيب بنت حديث النبي صلى الله عليه وسلم الإمام مسلم يؤم القوم أقرأهم لكتاب الله هذا تجيب بنت حديث تجيب ميلا وين يحفظ القرآن الكريم أكثر ذلتسا أريزويرا يتقدم ماشي في نساء الفقه أكثر ميلا ذايا أن غن بعد بعض معايير أكثر عبادة أكثر سنا هذا بعض الأمور القول السليم والسلام عليكم.